في الرحبة بالقرب من المسجد العتيق لمدينة مسعد، بدأت رحلة سي أحمد بن فتاشة إلى الحياة وسط عائلة أصيلة متشبثة بالقيم ومتشبعة بروح الأصالة. وقبلها كانوا في دمت، لما جاوا الرحبة هنا قطنوا هنايا وداروا مقرأة محضرة هذه كانوا يقرأوا فيها الآباء تاعو، منهم سي بن عبد الله بويو قرأ هنايا وقرأ في زاوية الهامل وطولقة. يا جماعة في السبعينات وكان هو يرأس جمعية، داير جمعية فرع تاع جمعية اللي يقولوا لها لاسوسياسيون دي زار ليريك. الشيخ بن فتاشة عاش عيشة بسيطة ورحل علينا وترك زادا كبيرا لم نعثر عليه.